مشاهدينا إلى الخبر الهام والعاجل وباستضافة البرتغال وإسبانيا والمغرب لكأس العالم الهام والعاجل وباستضافة البرتغال وإسبانيا والمغرب لكأس العالم. ينضم إلينا من الدار البيضاء المدرب والمحلل الفني محمد سهيل للحديث أكثر عن هذا الموضوع. أهلا بك معنا ومبروك للمغرب وللعرب وللجميع. بداية، كيف تناول الشارع المغربي والشارع الكروي هذا الخبر؟ خبر لا يمكن ان يكون خبر سعيد جدا، خصوصا انه زفه ملك البلاد صاحب الجلاله قبل قليل، وهو امر يسعدنا كثيرا، يسعد الدول العربيه لفتره طويله، والعرب لا ينظمون. الان سيكون لثاني مره وعلى التوالي بعد التنظيم الرائع لدوله قطر. هذا امر رائع جدا. مونديال سيكون ان شاء الله رائع، خصوصا انه لاول مره ايضا دولتين من قاره او ثلاث دول، دولتين من قاره ودوله من قاره مختلفه ما بين افريقيا واوروبا. هناك اشياء كثيره في هذا المونديال تعتبر شيء جديد، والصراحه الامر يسعدنا كثيرا، الشعب المغربي سعيد، وسعيد ايضا بالتهنئه التي اصبح يحصل عليها منذ فتره الان، قبل قليل تهنئه كثيره من اصدقاء الشعب المغربي. وصراحه هذا ما حدث اليوم هو اعتراف بمكانه هذا البلد، بالتطور الكبير الذي يعرفه المغرب، حتى ليس فقط كره القدم بل على جميع المستويات. وفي كره القدم خير دليل على التطور الكبير، بالاضافه الى نجاح الانديه المغربيه، ايضا نجاح المنتخب، النجاح الكبير الذي حققه في المونديال الاخير، مونديال قطر، المونديال الذي سيظل خالدا بالانجاز العربي، لا على مستوى التنظيم ولا على مستوى نجاح المغرب والوصول الى نصف النهائي. شغله اخرى ايضا تثبت انه المغرب بلد كره القدم هو الحضور الجماهيري والتميز الكبير للجماهير المنتخب المغربي، وايضا جماهير الانديه المغربيه. كل هذه العوامل اتصور ساهمت في ان يمنح المغرب مع اسبانيا ومع البرتغال جيرانه شمال المملكه شرف هذا التنظيم. ايضا سنشهد مونديال اخر على ارض عربيه كما قلت. هل برايك، طبعا المنتخب المغربي ذهب بعيدا جدا في المونديال القطري، هل برايك اليوم وهو يلعب على ارضه هل سيشكل ذلك ضغطا بالنسبه اليه ام بالعكس حافز امام جماهيره؟ ممكن نقال انه هذه النقطة ممكن ان نتكلم على وجهتين، الواجهة وهي الدعم الجماهيري ممكن ان يكون مؤثرا، لكن في الجهة الاخرى ايضا سكين بدون بحدين. هذا الذي اريد ان اوصله. الامر لن يكون سهلا، لان الرغبة في تقديم اداء جيد قد تكون ايضا مع الضغوط، قد تخلق ضغوطات للاعبين، لكن ممكن ان نرى ايضا من الجانب الاخر وهو انه هذا المنتخب كان خارج البلد واستطاع بدعم جماهيريه ان يقدم شيء كثير، فممكن ايضا ان تكون هذه فرصة للذهاب ابعد مما وصل اليه المنتخب، وتكون ايضا فرصه للمنتخبات العربيه التي سوف تشارك ان تحظى ايضا بالدعم الذي حظي به منتخب المغرب وهو يلعب على ارض عربيه، ارض قطر الرائعه. كابتن محمد، مرحبا بك مره اخرى. طبعا هناك 7 سنوات فارقة بين اليوم وبداية كأس العالم التي ستستضيفها إسبانيا، البرتغال والمملكة المغربية، ممثلة لإفريقيا وممثلة للعرب أجمعين. لكن السؤال الأهم، ما هي أهم الخطط الموضوعة من قبل القائمين في المملكة المغربية لتطوير البنى التحتية والملاعب التي ستستضيف مباريات هذه البطولة؟ المتابع للمملكه المغربيه يلاحظ ان الرغبه في تنظيم كاس العالم كانت منذ فتره طويله جدا. كنا من اوائل الدول العربيه التي طالبت بالتنظيم، ولكن خلال تلك الفتره لم يكن المغرب جاهزا بالشكل المطلوب. لكن منذ وقتها الى الان المغرب فهم على انه عليه ان يطور البنيات التحتيه، ومنذ فتره والجميع يتابع انه المغرب اصبح يتوفر على ترسانه مهمه من الملاعب الموندياليه، ولذلك اعتبر انه ال7 سنوات القادمه ممكن ان نشهد ممكن بناء ملعبين او 3. لست على علم بالملف المغربي بالضبط، لكن اقول انه حاليا ما يوجد ضمن يد المغرب كملاعب وكبنى تحتيه، ليس فقط على مستوى الملاعب بل ايضا حتى على مستوى الطرق والفنادق. كل هذه الامور المغرب اخذ بعنايه ويهتم بها منذ فتره، وفي ظل مشروع وفي ظل استراتيجيه. واتصور انه 7 سنوات ممكن ايضا ان شاء الله ان تمنح للمغرب ايضا فرصه لتطوير الامكانيات اكثر واكثر. أستاذ محمد، بكل تأكيد هناك الاحتفالية بمرور 100 عام على كأس العالم الأولى التي أقيمت في أوروغواي، والتي فازت فيها في المباراة النهائية أوروغواي على الأرجنتين، ولهذا السبب تم إسناد ال3 مباريات الافتتاحية لأمريكا الجنوبية للاحتفال من جهة، ومن جهة أخرى كما قالت الفيفا في بيانها تم الجمع بين 3 قارات و6 دول. لكن في رأيك كيف تم التنسيق بين ملفين حتى تتنازل أمريكا الجنوبية أمام الملف القوي لإسبانيا والمغرب والبرتغال؟
لكن قلت انه ملف قوي جدا، فقط ان تمنح على 3 مباريات فايضا مشاركه منها، لكن تعرف انه هذه امور ايضا الكواليس شيء مهم ومحاوله اقناع الطرف الاخر، لكن على العموم القرار صدر ومشكور يعني امريكا الجنوبيه على هذا، يعني هذه التنازلات ما بين قوسين ليست تنازلات 100%، لكن تعتبر ايضا انه كره القدم هي رياضه عالميه وهذا كاس العالم وعلى الجميع ان يحتفل، فلذلك مساهمه 3 قارات فسيكون شيء رائع جدا ويظهر الى اي مدى ان كره القدم هي كره عالميه شعبيه رائعه جدا وعلى الجميع ان يحتفل بها في كل القارات. نعم، يعني ليس بعيدا عن المغرب وليس غريبا أن تستضيف أحداث كبيرة وبطولات قارية. كيف برأيك سيبدأ العمل الجدي من الآن، لأنه يعني كأس عالم، لأنها كأس عالم، وكيف ستتشكل اللجان بهذا الخصوص؟ كيف سيبدأ العمل الجدي لاستضافة كأس العالم؟ العمل موجود، لكن كما اشرت العمل الجدي ابتدأ الان، لانه لا يمكن ان تمنح دوله شرف التنظيم وهي غير جاهزه. ممكن القول على ان المغرب ممكن جاهز 80% والسبع سنوات ستسمح له بان يكون جاهزا 100%. المشروع ابتدأ منذ فتره طويله والملاعب الان الحمد لله موجوده، وممكن اضافه كما قلت ممكن ملعب او ملعبين، او ربما انه تم اختيار ال4 ملاعب. اتصور انه الدار البيضاء ومراكش والرباط وطنجه، يعني ولدينا ايضا لدينا ملاعب كثيره، وال7 سنوات كافيه لتطوير الامور اكثر واكثر وتهيئ المغرب ليكون مستعدا 100%. اقول المغرب مستعد ممكن 80-90%، لكن لو لم يكن مستعدا ما كان تم اسناد شرف التنظيم. لذلك ال7 سنوات ان شاء الله كفيله بان تجعل المغرب يطور نفسه اكثر واكثر. نعم طبعا، يعني 7 سنوات ستكون كفيلة بذلك. برأيك أي مناطق ستكون الأكثر ربما يعني جذبا للسواح وللفعاليات التي ترافق كأس العالم في كل نسخة؟ المغرب بلد سياحي كما يعرف الجميع، فمدن مثل يعني مراكش، ايضا طنجه في شمال المملكه. حين نتكلم عن ال4 ملاعب التي قررت انها سوف تنظم، فبلا شك انه مراكش بشكلها وباختلافها فتشكل يعني نقطه جذابه للسياحه. ايضا طنجه المدينه المتطوره، يعني مدينه البغاث فمدينه رائعه جدا، ولا نتكلم على الدار البيضاء وعلى الرباط. لكن المغرب على العموم اظهر واثبت على انه بلد سياحي وقادر على استقطاب الملايين ويقدم اشياء رائعه جدا للسائح. لذلك ان نجمع ما بين كره القدم، ما بين الصراع على الكاس، وايضا هذه الامور الموازيه المرتبطه بكاس العالم، فاظن ان المغرب لديه ما يقدم، لديه شيء كثير مما يقدمه للسياحه العالميه. نعم، يعني التنوع الجغرافي كما ذكرت حضرتك اليوم، التنوع الجغرافي في المغرب سيعطي الزائرين والسواح ممكن فكرة أشمل عن المغرب وتجربة فريدة من نوعها. كيف ستعمل برأيك الوزارات المختصة واللجان المختصة لمرافقة هذا الموضوع؟ مجبرين على التحرك بشكل كبير. الان 7 سنوات ربما نغمض عيننا فسوف نجد يعني 2030 حاضره، هكذا هي الايام فتمر بسرعه. لذلك بلا شك وكما شرط فهناك استراتيجيه عمل، والان الاستراتيجيه التي وصلت ربما الى 80 او 90% من المفترض ان تتحرك كل الفعاليات لانجاح ولجعل المغرب جاهز 100%. والجميع يعرف التطور الكبير الذي عرفته المملكه. هناك يعني تحت القياده الرشيده لملك البلاد، فالجميع جاهز لانجاح هذا المونديال ان شاء الله. لا ننسى ايضا نقطه يتميز بها المغرب وتتميز بها ايضا الدول العربيه، وهو حسن الضيافه والكرم وحسن الضيافه، وهذا ايضا قد نضيفه على كل ما يوجد على مستوى السياحه.